أي توا سيدي كيفاش الجزائر تتهم رئيس الفيفا بالرشوة، يعني لقجع اعطاه رشوة إلى رئيس الفيفا. يا سيدي راهو لقجع عمل الواجب متاعه. الواجب شنو؟ الواجب متاع الكرم الذين يتميزون به شعب الإمبراطورية المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. خوتي المغاربة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق يستحق المشاهدة من خونا لطفي غرس اللي معروف بالخرجات ديالو ضد نظام الكابرانات. يعني خرج فيهم طول وعرض، عطاهم من قاع الخابية، قال لهم نتوما كيفاش كتشدوا الطوابير على الحليب، الصف على الحليب، وباغيين تسابقوا مع سيادكم المغاربه في تنظيم التظاهرات اللي كبيره بزاف مثل كاس العالم، كاس افريقيا. قال لهم دوزتوا سيمانه ديال العذاب الاليم. الكاف نزلت عليكم الكان 2025 للمغرب، دازت 3 ايام عطاتكم الفيفا الكاو، ضربه ديال الكاو، كاس العالم للمغرب، يعني سيمانه ديال العذاب. هما دابا قال لهم نتوما حاليا مضاربين غير مع المسؤولين ديالكم، المدرب ديال المنتخب، خصكم هادي خصكم ديك. المهم عطاهم بزاف ديال الامور، جمع عليهم حب وتبن. هاد الخرجه خرجت كتبرد الغديد. المهم خوتي ما نحرقوش حنا المراحل، خليكم معنا في هذا الفيديو هذا، وما تنسوناش ديروا لي لايك، الاراء ديالكم، بارطاج باش ينتشر الفيديو. يلا خوتي نتلاقاو في نهايه الفيديو. سيدي كيفاش الجزائر تتهم رئيس الفيفا بالرشوة، يعني لقجع اعطاه رشوة إلى رئيس الفيفا. يا سيدي راهو لقجع عمل الواجب متاعه. الواجب شنو؟ الواجب متاع الكرم الذين يتميزون به شعب الإمبراطورية المغربية. أي نعم، الكرم. الكرم. وقت مشى رئيس الفيفا إلى المغرب حطوا له البطبوط، حطوا له المسمن، حطوا له العسل الحر، حطوا له البسطيلة، حطوا له الخيرات السبعة، حطوهم له كلا وما شاء الله وعجبوا. طاجين البرقوق والطنجية حطوا له، واضح، بما رزقهم الله، وكلا وعجبته ما شاء الله. مش كيما اللي يجي الهوكيين يحطوا له كعبة ملفاي. حول ولا قوة إلا بالله. كعبة ملفاي، ريناهم في الفيديوهات في التصاور، جاء فريق حطوا لهم كعبة ملفاي هكا، أسيات مخلطة بالملفاي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي برشا ناس ما تعرفوش إنه الإنجاز اللي عمله المغرب، النتيجة متاع الإنجاز أو الإنجازات اللي عملتها المغرب، النتيجة متاعها كانت في أجل 10 أيام أو أسبوع. أسبوع على أقصى تقدير. في أسبوع واحد أخذت كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. شوف، كأس أفريقيا وكأس العالم. كأس أفريقيا اللي الهوكيين، واضح، أحفاد فرنسا، دفعوا رشاوي لا يمكن إحصاؤها. دفعوا رشاوي إلى لا يمكن إحصاؤها. ومن بعد طلعوا تل الليري. إنجازات الإمبراطور محمد السادس. كأس أفريقيا 2025، كأس العالم 2030، في أجل أقصاه 2 من العمل. كبرنات الجزائر في أجل 4 سنوات. الإنجاز الوحيد الذي وصل إليه هو تدشين معمل ديال كرعين الدجاج اللي باش يصدروها إلى الصين. ومعمل ديال كرعين الدجاج الذي سيبدأ حيز التنفيذ والعمل
خلال شهر جانفي 2024 يمكن له أن يصدر إلى الصين أكثر من 1.5 مليار في السنة تاع كرعين دجاج. يعني 1.5 مليار كرعين دجاج تمشي إلى الصين. اليوم تتهمون رئيس الكاف، رئيس الفيفا، طبعا اتهمتم رئيس الكاف بالرشوة. رأيتم الإعلام العالمي بأكمله بكل لغاته عندما يعلنون في إذاعاتهم أو في وسائل إعلامهم عن حدث كأس العالم 2030 يقولون في كتاباتهم كلمة المغرب قبل إسبانيا وقبل البرتغال. لماذا؟ لماذا يا ترى؟ لماذا؟ علاش ما يقولوش la Coupe du Monde 2030 il va être organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. لذلك قالوا في اللغة العربية عندما يبدأون بالاسم الأول فهو التوب. إذن تأكدوا بأن الدور النهائي سيكون على أراضي الإمبراطورية المغربية بإذن الله السميع العليم. طبعا عندنا فوزي لقجع un bon négociateur qui vont négocier معناتها لي بارتي وانسي سويت وين باش يكونوا. لكن بالطبيعة خونا فوزي لقجع ماذا بينا إذا كان فما إمكانية أنه مقابلات الدول العربية المشاركة في كأس العالم اللي باش ترشح لكأس العالم 2030 مقابلات متاعهم الكل يكونوا على أراضي طاهرة إسلامية عربية، لأننا متأكدون بأن شعب الإمبراطورية المغربية وجماهيره سيساندون إخوانهم من العرب، ليس كالهوكيين الذين يشجعون فرنسا ضد المغرب في الدور النصف النهائي لكأس العالم، اللي هم يحلموا باش حتى يترشحوا. فيف قاسما، فيف قاسما، إن شاء الله يجيكم دوزيام قاسما جينيور بإذن الله السميع العليم. لأنه من في قلوبهم مرض مش لطفي غرس ولا الأحرار باش ينظفوا لهم قلوبهم، لا لا لا، يزيدهم الله مرضا. ولذا إن شاء الله تكونوا بخير. مبروك لإمبراطوريتنا المغربية، مبروك لسيدنا، مبروك لأميري أمير المؤمنين محمد السادس أطال الله في عمره. تحية لكم جميعا. ولطفي غرس حب يقول لكم باش يكون في الكوب دافريك 2025 في المغرب إن شاء الله، باش نشجعوا المنتخب المغربي وكذلك باش نشجعوا المنتخب التونسي والمنتخبات العربية الكل دون أن نستثني منهم أحد. وإذا كان جاوا المنتخب، نحب نقول لكم أنه المنتخب الجزائري في كأس نهائيات كأس أفريقيا 2025 باش يلعب في مدينة العيون. مدينة العيون بالضبط، باش يلعبوه في التيران تاع مدينة العيون. واضح؟ غصبا عن تبون وعن شنقريح تلعبوا في الصحراء المغربية. وقالها لطفي غارس. تو تشوفوا لقجع واش يدير لكم. السلام عليكم. ديديكاس خوتي. الى هنا كتكون نهايه ديال الفيديو، كنتمنى الى الاعجاب ديالكم يبرد لكم الغديد. لطفي معروف بهذا الشيء هذا، الخرجات ديالو هي هذيك كيف ما سمعتوا بودنيكم، عطاهم ما تعطى. يلا المهم خوت، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوناش بلي لايك، كنتمنى تكونوا درتوا لي لايك في الفيديو وخليوا الاراء ديالكم والبارطاج. يلا خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.